السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة تنفع بعد الفطار او بعد السحور، في اي وقت بقى انتوا تحبوا تاكلوها. عموما هنعمل مهلبية معاكم. مهلبية ديت انا هعملها مهلبية بالفانيليا ومهلبية البرتقال. هنا بقى انا جبت حلة، حطيت فيها 4 معالق سكر و4 معالق من النشا، ونزلت بيها باللبن وقلبتها كويس، وحطيت كمان معلقة لبن اللي هو سايب اللي هو نيدو. هنا بقى هبدأ اقلب كويس علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في المهلبية زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هنزل بيها على النار. اهي طريقة سهلة جدا وبسيطة وما خدتش مني وقت خالص. انا كنت يعني كان عندي فطار وقلت اقوم اعملها بقى اي حاجة حلوة كده يعني تنفعنا بعد الفطار كده. كده بقى نزلت بيها على النار. انا عايزه القوام يبقى بصوا كريمي، ولا تقيل ولا خفيف. قلبتها كويس، زودتها تاني معلقتين سكر وقلبتها كويس. هنا كان عندي كيس كريم شانتيه، خدت منه معلقتين، بيدي للمهلبيه طعم حلو جدا، بيوديها في حته تانية خالص. وهبدأ برضو اقلبها علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات زي ما انتم شايفين كده. نوحد الله ونصلي على الرسول ونقول لا اله الا الله. هنا بقى حطيت نقطتين من الفانيليا وهقلبها. هي كده تقريبا خلاص قربت تخلص. اهي هي ابتدت تتقل معايا كده وخلاص، يعني كده خلاص، يعني تالي فاضل لها ثواني وهطفي عليها. انتوا عارفين بقى رمضان بيبقى الواحد فعلا بعد الفطار بتحتاجي تاكلي اي حاجه حلوه، بتبقي عايزه تاكلي اي حاجه حلوه. فانا قلت بقى بصراحه لقيت كل حاجه عندي متوفره وقمت عاملاها. اهي هنا بقى خلصت معايا. نوحد الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى ابتديت اجيب الكوبايات بتاعتي او الكاسات او البولات او اي حاجه انت حابه تحطي فيها وتفضي فيها المهلبيه. طبعا انا مش هامله الكاس قوي لاني لسه هعمل مهلبيه تانية نوع تاني وهحطه عليها. فانا بحط حوالي ربعه كده او نصه وبسيبه بقى لما تهدى خالص وتبرد، وبعد كده بعمل بقى الجزء التاني. هنا بقى انا كنت عصره البرتقان بمناسبه بقى ان في برتقان والموسم بتاعه ما هو موجود لحد دلوقتي. عصرت برتقان ونزلت عليه بكوبايه ميه و4 معالق من السكر، بس كان طعمها حلو جدا على فكره. مهلبيه البرتقان جربوها بجد هتعجبكم. ممكن تستبدليها بالقمر الدين، تستبدليها بجيلي مانجا او برتقان او كده زي ما انت محبه اعمليها. بس انا بقى لقيت عندي برتقان. بصراحه انا كل حاجه كانت في المهلبيه دي متوفره عندي في البيت. دي بشر برتقان، بشرتها بقى، خدت برتقانيه وبشرتها، بتدي طعم حلو جدا وبتدي تست حلوه قوي قوي للمهلبيه البرتقان. وحطيت برضو معلقتين فانيليا ونزلت عليها بقى وكده وقلبتها وابتدت تتقل بقى معايا. بصوا اقولها لكم تاني، انا كنت عصره البرتقان وحطيت عليها كوبايه ميه و4 معالق من السكر، لو انت حابه تزودي سكر زودي، وحطيت عليها النشا 4 معالق نشا برضو، وقلبتها في شويه لبن ونزلت بيها مع بشره البرتقان. هنا بقى لقيت كيس جيلي في التلاجة، قلت لا والله بالمره بقى لا اطلعه، والله ما انا سايباك وحيد كده، ما اقدرش اسيبك وحيد. رحت مطلعه بقى، حطيت كوبايه ميه سخنه وكوبايه ميه ساقعه وقلبته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى مهلبيه البرتقان انا نزلت بيها على المهلبيه اللي هي في الفانيليا، ودي كانت مهلبيه الجيلي. وبعد ما قلبته كويس زي ما انتم شايفين ونزلت برضو عليه، بس كانت طعمها رهيب، حلوه جدا، حاجه حلوه وخفيفه ومكوناتها حلوه وبسيطه خالص وسهله جدا، وحاجه حلوه وخفيفه كمان على القلب والعين وكل حاجه. اتمنى وصفتي تعجبكم ويا رب ان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.